ازيكم يا جماعة؟ معكم مهندس أحمد من قناة حليم وتك. اللاب ده صاحبه جابهولي وقال لي إن هو بيسخن جدا بطريقة فظيعة. فلما فتحنا اللاب لقينا منظر المروحة بالمنظر ده وكمية التراب اللي عليها وفي هنا شبكة عنكبوتة ومعرفش باين لكم ولا لأ، شبكة عنكبوت جوه على اللاب. يا جماعة كل الحاجات دي بتأثر في شبكة عنكبوت اهو، بص شبكة عنكبوت اهو. كل الحاجات دي يا جماعة بتأثر في الآخر على سرعة اللابتوب، ولازم ناخد بالنا كويس قوي من نظافة اللابتوب. ففكينا اللاب، وطبعا هنفك المروحة ونبدأ ان احنا نشتغل فيها وهننضفها، وهرجع لكم تاني بعد ما هننضف اللاب وهنشوف التغيير ان شاء الله في درجة الحرارة. ورجعنا لكم تاني بعد ما نضفنا اللابتوب، وده بقى شكل المروحة، ده شكل الفانة بتاعت اللاب. خلاص، اهم حاجة البروسيسور والكولرز اللي على البروسيسور والفانة، طبعا شكلها واضح قوي عن المرة اللي فاتت اهو. طبعا اللي كان يشوفها في الاول ما يشوفهاش دلوقتي خالص بعد النظافة، بعد ما نضفنا كل حتة في اللاب. لو احتجتوا اي حاجة يا جماعة في شغل الصيانة، سواء لابات او بي سي، طبعا تقدروا تتواصلوا معايا في الكومنتس وتكلموني على الرقم بتاعي، وتزوروا الصفحة بتاعت الفيسبوك بتاعتنا، تحت امركم في اي وقت. شكرا، وكان معكم مهندس احمد من قناة حليم وتك.